السلام عليكم. القصة اللي غنحكي اليوم هي ديال واحد زوج ديال الازواج عايشين هانين، حتى شي حاجه ما كاينه. المراه حامله شهرها السابع، وكيف معتاد ان هاد البلاد اللي منها هاد الازواج عندهم كيديروا لهم واحد تأمين فيه واحد المبلغ مالي يعني كبير. الزوج ديالها عارف بهاد التأمين، عارف بأن الزوجة إلا مهم إلا ماتت راه عندها التأمين ديالها. اش اقترح عليها؟ قال لها يلاه نخرجوا في واحد الفسحة. السيدة فرحانة، الزوج ديالها باغي يخرجها وغادي نخرجوا. اي امراه يعني ملي كيقول لها راجلها يلاه نخرجوا، راه هذيك هي الفرحه الكبيره عندها، الا لا كانت من الناس الناس المتشائمين اللي ما تيبغيو لا يخرجوا لا والو. المهم فرحات غادا تخرج معاه، مشى داها خرجها للطبيعه، مشاو لواحد اعلى جبل عندهم في البلاد. هاد القصه وقعت في تركيا. مشاو لأعلى جبل، دوزوا واحد النهار زوين تما، خداو تصيورات، لعبوا في المروح ديك في الزعلولة كما تيقولوا، يعني كاع جميع الوسائل الترفيه دوزها عليها كيدير سيلفيات معاها وهذا. مهم مشاو لواحد النقطة اللي هي عالية وكطل على لتحت، يعني لتحت ديال الطريق وهما الفوق، ومشى لهذيك البلاصة يعني اللي عالية. مني مشاو تما قال لها يلاه نديرو شي تصويرات تما ونديرو السيلفي باش تبقى ذكريات، وهادي وانتي في شهرك السابع وما بقى قد ما فات باش تولد لينا مولود وهادي. والمهم السيده فرحانه، يعني غادا مع الزوج ديالها. واش كاين شي حد غادي يقول له الزوج ديالو يلا خرج وما غاديش يخرج؟ ايوا بركين تيديروا السيلفيات وهو يغفلها وطيحها، يعني بحال راها زلقات من الفوق. وخدا ليها واحد التصويره، يعني ديك التصويره باش تبين انها يعني راها زلقات، لان ديك البليصه اللي دار فيها السيلفي كتبين ان يعني كاين خطوره تما، وهي واقفه في واحد البلاصه خطيره وكيديروا التصاور. صافي طاحت واحده طيحه من ما عرفت شحال من العلو ديال ما عرفت شحال من 1000 ديال المتروات اللي باش طاحت من واحد العلو، يعني راه قررت طيح، راه محال واش غادي يلقاو فيها حتى شي، غيلقاو حوايجها محال لا هما لقاوهم. ومع كاين الحجر خارج، تعرفوا مع ديك البلاصه ديال الجبل يعني فيها حجار فيها دي. المهم يعني بدا يغوت، مراته طاحت لهم من الفوق، تيدير ديك اللعيبه زعما راه هادي كي مرتي هادي، وانا كنت تولد ليا مولود، وانا ندمت خرجت هاد النهار، وانا اللي كنت سبابها، وانا اللي قلت لها يلا نخرجوا، وانا اللي قلت لها يلا وهي اللي قالت لي نديروا تصاورات هنا، وهي اللي بغات دير التصاورات. ايوا صافي كاع عليهم داك البكا ديال التبوحات. وهما يرجعوا يعني ملي
يعني رجعوا الاحداث، رجعوا التصاور، رجعوا كيفاش طاحت، لقاوه باللي هو اللي يعني عندها واحد الائتمان على الحياة ديالها، واحد المبلغ قدر مالي جد مهم، وانه هو صرع باش يبدا في هذيك الاجراءات ديال الائتمان ديالها. هنا فين غادي يشكوا وغادي يعرفوا باللي كاينه القضيه فيها فلوس. المهم هو سرع في الاجراءات ديال الائتمان ديالها باش يحاول ياخذها. البوليس هذيك الساعه راه خدام، هو خدام في الائتمان وتا هما خدامين في البحث ديالهم، وهما يكتشفوا باللي عنده علاقه بالموت ديالها، لانه بدا تيصرع. مادام هذا الانسان هو تيبكي على مرتو اللي حامله في شهرها السابع وكيتالم واحد الالم، وهو بدا تيصرع. فاش في اول حاجه اللي مشى للائتمان، وغتكون واحد المفاجاه ان واحد السائح كان تا هو في داك الجبل، تا هو يا طالع كيتفرج، كيشوف، كيتنزاه، كيفوج على راسو، هو يشوف الواقعه كيفاش حتى وقعت، يعني شافو كيفاش دفعها. وهو يعلم الامن، يعني ملي القضيه بانت ومعه هو دابا كاين هذاك السائح كاين تما، وهو السيد الاخر تيبكي وتيغوات وضروري الناس هادي، وجا الامن وهادي، وهو مشى عند الامن وبلغ، قال لهم يعني الواقعه كيفاش وقعت، ماشي هي اللي زلقات من الفوق اولا هي اللي يعني بشي حركه وطاحت، ولكن هو اللي تعمد ودفعها حتى طاحت. هنا تاكدت ليهم داكشي اللي خموا فيه، تاكد ليهم بالشهاده ديال السائح، وتاكد ليهم بالاسراع ديالو في اجراءات باش ياخذ الائتمان ديالها. هنا اش غادي نقول؟ غنقول العيالات ما تبقاوش تثيقوا في الرجال اللي يقول لك يلاه معايا شي يلاه نطلعوا لشي جبل ولا شي حاجه، ردي بالك. والله العظيم الا هادشي ولا تيخوف على قبل الفلوس كنزهقوا ارواح ناس. وشكون اعز ناس لقلوبنا؟ وهاد السيده مسكينه هي حامله وغدا تولد، واش انت عارف واش بنت ولا ولد، وفرحانين ودرتي ليه على قبل الفلوس، والفلوس هي ما لا حول ولا قوه الا بالله العليم. هذه اللي غادي نقول. ما بقاتش الثقه. اللسان اللي خرج اللي قال لي الزوج ديالو يا الله، ولا قالت للزوج ديالها يا الله نمشيو لقمه الجبل ونمشيو نديرو تما شي مزه ونمشيو نديرو تصاورت، رد بالو وترد بالها لا يعود شي واحد يزهقوا ويطيحوا، ولا كان عارف راسو عنده ممتلكات وعنده فلوس، اولا شي واحد باغي يتفك منه باش يشوف حياه اخرى. لا ينمو لله. المهم هذه انا جريت لكم هاد الحكايه لان شحال هذه انا سمعتها ومازال عاوتاني كنت داخله ثاني تنقلب وانا نلقاها، وقلت هذه نحطها باش انسان ياخذ الحيطه والحذر وما يبقاش يمشي للمرتفعات اللي هي عاليه، وما يبقاش يخاطر بنفسه. بغى يدير سيلفيات ما يمشيش لهذيك لي بوين نوار، راه فيها خطوره. الا ما كانت غتكون متعمده تقدر توقعها بيديك ولا برجليك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الانسان يرد باله. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوا هو راه خدا العقاب ديالو، تحال على المحكمه، والمحكمه راه غادا
تنظر في الملف ديالو، هذيك الساعه غادي ياخذ الجزاء ديالو، وهي الله يرحمها ويوسع عليها، وكل ظالم راه غادي ياخذ الجزاء ديالو. لا اله الا الله محمد.